أفلح من ذكر الله لا إله إلا الله وصلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي قصة سلمكم الله. هذا من أخواننا المصريين شغال في القصيم، مهندس، كان يشتغل وكان يجمع مبلغ حطه على جنب. يوم اكتمل المبلغ اتصل على أبوه قال له يا والدي الحين برسل لك مبلغ وقدره، احجز وتعال عشان تحج. فاستانس والده الله يجزاه خير، وجاء الوالد والد المهندس إلى مكة المكرمة. فالشايب الحق أبو المهندس اجتمع مع جماعة في مكة، فلقى واحد من الحجيج أو من الحجاج قريب إلى بلده، يعني ما مش بعيدة، يعني 20 كيلو. فتعرف عليه وكذا، قال له يا عم أنت فين تشتغل وكذا؟ فقال له الحمد لله والله أنا قاعد. طيب مين اللي يعني استغرب إنه وضعه مسكين ضعيف جدا، وسأله ذا أبو المهندس طيب مين اللي حققك يا حق؟ فقال دي والله سلفة. فاستانس أبو المهندس قال له حنا قاعدين احكي لي إياها. قال له هذا يا طويل العمر، طبعا هذا من عندي يا طويل العمر ما عنده، هذا يا باشا أنا كنت جالس في القهوة، قاعدين نسمر أنا والشيبان كذا، وقاعدين نشرب شاي وكذا. فاثنين منهم دول موجودين معانا قالوا احنا إن شاء الله السنة دي هنحج. فأنا قلت والله أتمنى إني أحج معاكم، بس الحمد لله مثل ما يقول الإيد قصيرة وما عنديش يعني استطاعة. فكان وقتها هو يتكلم ده الشايب الحج، كان ابنه الكبير جالس مع شباب ورا، فسمع كلام أبوه. فالولد يقول ابني أنا ما أعرفش إيش عمل، يقول ابنه يوم سمع أبوه كده مسكين راح تاني يوم وعرض الأرض تبعته اللي يعمر عليها بيته هو وأولاده وزوجته. فراح بحها وجمع فلوس من هنا ومن هنا، وقال أبوه بعد يومين قال له يا والدي ده المبلغ وروح احجز وحج السنة دي مع أصحابك. كيف يا ولدي منين جبتهم كذا؟ فقال الحمد لله تدبر يا بابا تدبر. قال له لا والله إلا تعلمني. قال أعلمك إيه يعني؟ الحمد لله بعت الأرض تبعتي وإن شاء الله بتزين. يقول والله إنه تعبت نفسيا بس الحمد لله هو باعها بدون ما يستشيرني، وجيت الحق وتعرفت عليكم والحمد لله يا رب. فاستانس أبو المهندس من ابنه إنه وقف مع أبوه وباع أرضه عشان يحق أبوه، يعني يسقط فرضه. فرجعوا إلى مصر. فأنتوا عارفين أهل مصر أو أهل الدول العربية إذا رجع واحد منهم من الحج يسووا له حفلة. فأبو المهندس ده سووا له حفلة جماعته، فعزم الشايب ده. فجاء الشايب وحضر حفلته، قال ما دام أنت جيت مصر وسووا لك حفلة أنت بتجيني حسوي حفلة حعزمك. قال خلاص. فأبو المهندس يعني قال لازم أحضر حفلته، أبى أشوف الولد اللي وقف مع والده وباع أرضه، أبى أشوف يعني أشكره. فجاء أبو المهندس إلى مثل ما يقول قرية الحج الثاني وسلم عليه وحضر حفلته وتعرف على ابنه وشكره. فأبو المهندس ما ترك الولد، اتصل على ابنه المهندس اللي في السعودية قال له يا ابني الله يجزاك خير 1 2 3 هذه السالفة احنا عاوزين لك
بتدبر له تأشيرة يجي السعودية، ويمكن بيحصل له شغلة كويسة، يجمع قيمة الأرض اللي باعها عشان أبوه يحج. قال له ابشر أبويا. فالبش مهندس ده الله يجزاه خير جلس يمكن حوالي 15-20 يوم أو شهر، حضر التأشيرة، تأشيرة عامل، وأرسلها إلى القاهرة أو إلى الصعيد. فاستلمها الولد ده اللي باع أرضه، وطلع التذاكر وجاه إلى القصيم. فهو جاي القصيم معاه 2 من الجماعة يعني المصريين اللي جايين على نفس القصيم، بس مش معاه يعني، بس انهم تعرفوا مع بعض في القاهرة، وركبوا الطيارة مع بعض ونزلوا مع بعض. فاستقبلهم المهندس، فرحب فيهم المهندس وجابهم عنده في السكن وجلسهم وضيفهم 7 أيام. فبعد ال7 أيام المهندس قال لهم يلا ده المكان اللي يطلعوا يشتغلوا فيه، شوفوا لكم أي عمل، فلاحة، زراعة، سباكة، كهرباء، اللي بتعرفوه اطلعوا اشتغلوا، ما تقعدوش. فنزلهم، فقعدوا فترة على الشغلة دي، يطلعوا يشتغلوا ساعة 2-3 بيحصلوا، اللي بيحصل 50 واللي بيحصل 60 واللي بيحصل 100. فقالهم واحد، كانت قبل المغرب، كان البرد شديد، فوقف سيارة فارهة، شخص يعني ما شاء الله محترم، فوقف فتح القزاز، جوه ال3 أصحاب اللي جو من مصر مع بعض. ففتح الشباك، قالوا عندك ايه؟ قال والله عندي الله يكرمكم السباكة مسكرة، المجاري. واحد منهم يوم سمع المجاري رجع ما كملش. الثاني يقول الآن أنا أجي أول شغلة أشتغلها يعني في المجاري؟ لا يا عمي مش طالع. الولد اللي باع الأرض قال أنا جاي أدور رزقي، معلش أنا بطلع معاك. قال له اركب، وطلع وراح طال عمرك إلى الفلة. ده صاحبنا اللي باع أرضه يوم شاف الفلة ودخل فتح البيكة ودخلت السيارة والحوش كبير، قال له شوف المكان ده هو اللي مسكر. ده صاحبنا طال عمرك فتح الله يكرمكم غرفة التفتيش، فلقاها زيوت مسكرة من الزيوت فقال ممكن أحد يساعدني يجيب لي موية حارة؟ منين أجيب موية حارة؟ علموه المكان، قام يفتح الموية الحارة في المجاري، وهو حاط معاه عصاية وحط فيها قماش ويدخل ويطلع من هذا لما سلكت، وتقابله كيس وقام يسحب بالكيس ويحط بكيس تاني. المهم مشت الأمور، فتح الموية، مشت الموية، سكر غرفة التفتيش، قام يغسل. فالمرة هو قاعد يغسل في شباك يفتح على الحوش، فقال أنا بطلع بوديه وبطلع أودي الزكاة عند فلان. ده مين صاحب الفلة؟ يقول مين مراته. فهو طبعا بدون ما يسمع كده يعني انه متعمد، فهو سرق السمع بس. فقالت له والله ما يحتاج اكثر من هذا اللي يشتغل بعز البرد وبالمجاري، هو اللي يحتاج الزكاة هذه. قال نشوف خير ان شاء الله خير. المهم طلعوا مع بعض، الله يعطيك العافية. طبعا هو ما يعرف كم الشغلة كم يشتغل، فقال له اللي تعطيني يعني كم هذا. فهو شغلته 100 ريال 150 على التنظيف ده. فشال له 200 ريال، قال له امسك هذه 200 ريال، شوف لك تاكسي وارجع فيه لمكانك، انا عندي شغل. انت فين تشتغل يعني في بلدك؟ قال والله انا ما اشتغلش، انا فلاح بزرع وبحرث وهذه شغلتنا، احيانا بنبيع احيانا بنترزق احيانا ما فيش. قال طيب تفضل هذا الكيس. اخذ الكيس هذا
حطه في جيبه. طبعا جيبه إيش؟ عارفين إخواننا الصعايدة، جلابية. فتح الجيب وركب الكيس، الله يعطيك العافية، وقف له تاكسي ب10 ريال، وصله للبشمهندس، وداه طوالي للبشمهندس. دق الباب عليه، فتح البشمهندس، زيك يا بشمهندس، دخله. قال له اسمع، أنا حصل معايا 1 2 3. قال الله يجزاك خير، شغلك. وأعطاني 200 ريال وأعطاني كيس أسود. قال تستاهل. يوم فتح الكيس الأسود إلا ربطات فلوس 500 و100 وخمسينات. يوم حسبوها طلع 140,000 ريال. شوف سبحان الله، رزقه ما دام وقف مع أبوه رب العالمين ما ينساه. يا سبحان الله. قال له المهندس، قال له تستاهل، تستاهل والله انك تستاهل. شوف اخوياك اصحابك اللي تركوا الشغله دي تعرفوا، شوف ربنا ازاي رزقك. انت الحين هو لسه اصلا ما طلع حتى اقامه، ما خلص يعني ما كمل حتى شهر. قال له الان تحجز وترجع. قال له ازاي؟ قال له الحين يا ابن حلال دي ال 140 بتكفيك 5 سنين، تشتغل 5 سنين ما تطلعهمش. ركب طال عمرك الطيارة ورجع لأهله. أبوه شافه قال له إيه مالك؟ قال الحمد لله رزقت يا يابا، ربنا رزقني أضعاف اللي أعطيتك إياه. إيه اللي حصل؟ والله حصل كده وكده وكده. راح طال عمرك الولد ده المسعد اشترى أرضه، رجع أرضه من الراجل وعمر عليها بيته، وفتح سوبر ماركت تحت البيت، وسكن فوق، وزوج بناته، عنده بنتين زوجهم وستر عليهم، وصار ما شاء الله تبارك الرحمن معلم عمدة. فكانت واحدة جوزها نزل مع المسعد ده، مع الولد اللي باع عرضه، نزل معاه، فشافت الخير. بعد سنة كده شافت طلع عمارة وسوبر ماركت، راحت اتصلت على جوزها، ايه ما أكوس فلان رجع ومعاه ما شاء الله، هو سرق بنك؟ قال لا والله ده رزقه، حنا وصلنا وجانا خبر انه واحد عداله الزكاة تبعته، والولد ما شاء الله تبارك الرحمن رجع. وليه انت يا موكوس انت بتتكلم عليه؟ فكل واحد ياخذ نصيبه. يعني قالت ولا ما قالت، سبحان الله. رب العالمين مثل ما يقول يعني رضا رب العالمين من رضا الوالدين. ما دام رضا والدينه راضيين عنه، وطلع والده باع اللي أغلى من عنده، اللي عنده أغلى شيء أرضه وبيته، باعها عشان أبوه يطلع بالحج. شوف رب العالمين عوضه بأكثر من أضعاف اللي طلع أبوه. فلا تنسون والديكم، إيه نعم برهم، اي والله لا تنسوا والديكم. والله يجزاكم خير، وان شاء الله انها حازت على رضاكم واعجابكم. لا تنسونا من لايكاتكم واعجابكم. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب اليك.